السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كتبت بوست النهاردة وقلت للمتابعين الحلوين الفيديو النهارده من اختياركم، عايزين حاجة حلوة ولا عايزين مخبوزات؟ وطبعا كان اختيارهم ان انا اعمل لهم حاجة حلوة. عملت لكم النهارده ألذ وأطعم طريقة لعمل الكريم كراميل بطريقة حلوة قوي. مش بس كده، كمان عملنا كيلو حليب ب4 بيضات بس، يعني حاجة كده آخر توفير. يلا بينا نشوف المقادير. معايا زي ما انتوا شايفين كده 4 بيضات، بس البيضة تكون حجمها كبير كده شوية. كمان معايا كيلو من الحليب يكون دافي. معايا نص كوبايه سكر للكريم كراميل ونص كوبايه سكر للكراميل، ومعايا ربع كوبايه ميه، هي دي نص كوبايه بس انا هحط ربعها بس. ومعانا فانيليا، دي حاجه اساسيه في الوصفه عشان زفاره البيض. هنجيب الخلاط الجميل بتاعنا كده وننزل بالاربع بيضات، وهننزل بنص كوبايه السكر، وهنخفقهم كده الاول مع بعض في الخلاط كويس، وهنبدا ان احنا ننزل عليهم باللبن الدافي. طبعا اللبن يكون دافي، فلازم البيض يتضرب كده مع السكر كويس، ونشغل الخلاط ونحط اللبن على طول علشان ما يعملش تكتلات مع البيض. تمام. طبعا لو وصلت معايا في الفيديو لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، ولو انت على الفيس ما تنسيش تعمل متابعه، ولو انت على اليوتيوب ما تنسيش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. حطيت بقى زي ما انتوا شايفين كده البيض، وحطيت السكر، وحطيت ربع معلقه من الفانيلا الخام. ليه نوع فانيليا حلو شويه علشان يديك نتيجه حلوه، عشان ما يكونش فيه زفاره في البيض خالص. خفقنا البيض والفانيليا والسكر كده زي ما انتوا شايفين، وشغلنا الخلاط، وبدانا ان احنا ننزل باللبن كده شويه بشويه. طبعا هو الكيلو الحليب ممكن يبقى كتير على الخلاط شويه، فهتضربي كده بالراحه، ولو اتبقى معاكي بعد ما تفضي الخليط كده في البوله هتضيفي الشويه الباقيين وهتقلبوهم بالمضرب كده عادي، مفيش اي حاجه. اللهم بارك. شايفين بقى لون الخليط بقى عامل ازاي؟ لونه بقى مصفر كده وجميل، وريحه الفانيليا كانت مخليه ريحته تحفه. هنجيب بقى هنا البوله زي ما انتوا شايفين، وجبنا المصفى السلك ديت، وهنبدا ان احنا نصفي الخليط علشان نتخلص من اي فقاقيع كده فيه او اي رغاوي فيه، علشان الرغاوي ديت بتعمل فقاقيع كده على الوش ومش هيبقى شكلها حلو خالص. شايفين تخلصنا منها كده، عشان لو في بقى اي تكتلات كده في الخليط او اي حاجه ما ينزلش معانا، ويبقى الخليط كده ناعم وجميل زي ما انتوا شايفين كده. فضيت الخليط في البوله كده زي ما انتوا شايفين، واديت له تقليبتين بالمضرب عشان اتاكد ان الخليط كده تمام وكل حاجه اتخلطت مع بعضها. جهزت بقى القوالب، وتعالوا بينا نجهز الكراميل اللي احنا هنحطه تحت الكريم كراميل في حله كده او في طاسه، بس تكون كده لونها فاتح عشان تشوفي لون الكراميل وصل لايه. يا ريت بلاش تكون لون غامق. ضفنا السكر وكمان ضفنا الميه كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا في المرحله دي ممنوع التقليب خالص، لو حطيتي المعلقه هتلاقي السكر كتل، هيعذبك على ما يفك. طبعا بعد 10 دقايق اللهم بارك بتلاقيه يتكرمل معاكي كده بالطريقه دي. بالكتير بتهز الحله كده بس والطاسه علشان يتكرمل معاكي بسرعه، يبقى معاكي باللون ده. احنا عايزينه باللون ده بس علشان لما بيغمق بيدي مراره كده وما بيبقاش حلو خالص. طيب لو انت اول مره بتعمليه والسكر كتل منك كده وما عرفتيش تحلها ازاي، هتضيفي كمان شويه ميه وتقلبيه وتسيبيه لحد ما يتكرمل براحته خالص. ما تستعجليش عليه، تفكيه بس الاول كده بشويه ميه وهتسيبيها يتكرمل تاني. ان شاء الله مفيش حاجه هتوقفنا خالص، وهنعمل لاولادنا احلى حاجه. ده بقى الخميس واولادك كده سهرانين عشان مفيش مدرسه الصبح، خديهم كده معاكي في المطبخ وخلوهم يشاركوكي وفرحيهم واعملوا لهم حاجات حلوه كده وجميله زيك. جبنا بقى كده القوالب اللي احنا حطينا فيها الكراميل، وبدأنا نحط عليها كده الخليط اللي احنا عملناه معانا. اللهم بارك. طبعا السكر ده بيمسك بسرعه قوي، فحاولي ان انت توزعيه كده سريع سريع، لان لو انت صبرت عليه دقيقتين 2 بس هتلاقيه مسك كده في الحله ومش هتعرفي تنزليه. فخليه ايدك سريعه كده عشان ما يمسكش منك كده ومش هتعرفي توزعيه جوه الاطباق. حطينا بقى احنا الخليط الجميل ده كده على الكراميل. اللهم بارك. عمل معانا صينيه حلوه كده، وكمان عمل معانا 5 قوالب من الصغيرين. عايزه بقى تحطيه في قوالب صغيره براحتك، عايزه تحطيه في صينيه كبيره وتدخليه كده الفرن براحتك خالص. وفر عندك حط فيه. اهم حاجه نحط الكراميل ونوزعه كده كويس في الصينيه، وهنحط عليه الخليط كده من على الوش، وهنحط في صينيه زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط براد ميه سخنه بتغلي. لازم الميه كده تكون سخنه بتغلي توصل لحد نص الصينيه كده، ونحط معاه معلقه خل، عشان طبعا مش عشان نعمل حاجه حلوه نبوظ الصينيه بتاعتنا، لا طبعا ما ينفعش. معلقه الخل دي هتحافظ لك على الصينيه، هتخليها مع الغليان بتاع الميه ما تسودش خالص. دخلنا الفرن على درجه حراره من 180 ل 200. طبعا هو بقعد حوالي ساعه او ساعه وربع في الفرن، فما تستعجليش عليه وسيبيه يستوى براحته خالص. هتعرفي منين ان هو استوى؟ هتلاقيه بدأ يتماسك كده معاكي في الفرن ويبقى كتله، ما عادش هيبقى فيه
حليب كده خالص، هتلاقيه مسك بقى وبقى كتله واحده. ده خلاص هيكون استوى. طلعيه كده من الميه وتسيبيه يبرد حوالي 10 دقايق، وبتدخليه طبعا التلاجة. لازم يقعد في التلاجة مش اقل من ساعتين او ساعه ونص عشان يتماسك كده، وتعرفي ان انتي تقلبيه كده في الاطباق. يعني الصينيه الكبيره ديت بصراحه انا حسيتها لسه مش متماسكه قوي، فسبتها يعني في التلاجة شويه. الصغيرين علشان كان كميتهم صغيره اتمسكوا بسرعه جوه التلاجة، وقدرت ان انا افضيهم. طبعا قبل التقديم لازم ان انت تحطيه في ميه سخنه، ترجعي تحطيه في ميه سخنه تاني. يعني انا الصينيه دي كان فيها ميه سخنه بتغلي كده من على النار، حطيت الصينيه فيها علشان السكر اللي تحت المتكرمل يفك، علشان لما تيجي تقلبي الصينيه الكراميل كده ينزل على الكريم ويبقى طعمه تحفه. هتشوفوا دلوقتي. اللهم بارك. حطيتهم من انا كده في الميه السخنه شويه، وبدات ان انا افضيهم كده في الاطباق. طبعا لقيت الكبيره زي ما انا قلت لكم لسه ما اتمسكتش وعايزه لسه تتحط في التلاجة شويه، وانا بصراحه كانوا مستعجلين وعايزين ياكلوا، وانا كمان كنت عايزه انزل لكم الفيديو علشان اللي عايزه تعمل حاجه حلوه كده وتفرح اولادها تلحق تعملها لهم كده في السهره. شايفين بقى اللهم بارك. بنحطها كده في الميه السخنه وبسكينه كده بنحرك بس الاحرف بتاعتها عشان بتكون لازقه، وبيبقى معانا احلى كريم كراميل. يعني انا كنت شايفه كمان اللي هو كان عايز يقعد كمان ساعه في التلاجة، بس بصراحه احنا كنا مستعجلين عايزين ندوق. طعمه كان تحفه، كان عظمه اللهم بارك، كان طعمه جميل قوي. شايفين بقى الكراميل كده سايح عليه، احلى من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير. ده ما بيكونش زي بتاع بره خالص، ده بيكون طعم جدا لانه معمول ببيض ولبن، يعني كالسيوم وحاجه كده مغذيه لاولادك. اولادك بقى اللي ما بيحبوش البيض واللبن اضحكي عليهم كده واعملي لهم حاجات زي ديت، مغذيه ولذيذه جدا جدا جدا. وشايفين بقى الكريم عامل ازاي سايح كده وجميل. بتيجي تقطعي القطعه كده بالمعلقه اللهم بارك، بتنزل كتله كده زي ما انتم شايفين، حاجه كده في منتهى الجمال والحلاوه، طعمه قوي ولذيذه. كمان انا ما حبيتش اسيبه في التلاجة يعني زياده عن اللزوم لان الجو ساقعه، اولاد يعني ما ينفعش ياكلوا حاجه ساقعه قوي في الجو اللي احنا فيه ده عشان ما يتعبوش. بجد جربي الطريقه، بجد جربي الطريقه هتعجبك قوي. بس اهم حاجه لو جربتيها ما تنسيش تقولي لي رايك في التعليقات، لان بجد تعليقاتكم بتسعدني. واللي بجرب حاجه كده على طريقتي وبيكتب لي ان هي عجبته والله بتبسط قوي، وبعمل فيديوهات كتير وبتشجعوني. شايفين بقى الجمال، حاجه كده اللهم بارك تحفه. بالهنا والشفا على كل اللي داقه، يا رب يحسن ما بين ايدي وايديكم، ونعمل لاولادنا وحبايبنا الحلو كله، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بسرعه اول ما تتفرجي على الطريقه ابعتي الاولاد كده يجيبوا لك المقادير واعملوا لهم وفرحيهم. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.